السلام عليكم، شو اخباركم؟ حلقه جديده، وهذه الحلقه راح نتكلم بها عن اخطاء كتابه التاريخ. صدق لي التاريخ باخطاء؟ نعم. صدق لي كيف راح تشرح لي اياها وكيف وشلون؟ وانت راح اقول لك اياها عبر 3 نظريات. النظريه الاولى هي نظريه اسلاميه دينيه. صدق لي شنو اسلاميه دينيه؟ يعني من القران والعلماء. النظريه الثانيه هي اسلاميه مثل ما قلنا علماء وقران. كفريه اسلاميه كفريه من الغرب ومن علماء الغرب. النظريه الثالثه هي كفريه بحته، يعني من علماء الغرب بس. نروح. لكن قبل ما نروح ونبلش نحكي النظريات راح نقول لكم موضوع معين. هذه النظريات قد تكون بنسبة ضئيلة جدا حقيقة، ونسبة ضئيلة جدا أو نسبة كبيرة جدا كذب. فلا حد يجي يصوت راسي بالتعليقات. والكلام اللي راح أجيبه هو من القرآن زائد تفسيرات. Let's go. النظرية الأولى واللي هي أول ما نزل الأسماء كلها، يعني من أكبر شيء إلى أصغر شيء. هسه تقول لي وضح. من اصغر شيء كيف يشعل، كيف يشعل النار، كيف يروح، كيف يجي، كيف يلبس، كيف يبني، كيف يمشي، كيف يحفر، كيف يلقى موارد، كيف ياكل، كيف يشرب الى اخره. صدق لي. والاكبر شيء التكنولوجيا الحالية، التلفزيونات، الأضوية، الكهرباء، الغواصات، الطيارات، الكواكب، الاستكشافات، الاختراعات وإلى آخره. صدق لي واو يعني. صدق لي واو، حرفيا واو. لكن استنادا على هذه الصورة واللي هي قد علمنا آدم الأسماء كلها. الصورة جدا واضحة، يعني علمنا الأسماء كلها من أصغر شيء لأكبر شيء. الصورة جدا واضحة وواضحة نفسها. في صورة ثانية أنا ما حافظها، لكن ما حافظها بشكل صحيح، لكن أعرف معناها. يقول لك إنه ما خلقنا الجن والإنس إلا ليعبدوا، خلقنا الإنسان من أجل يعمر الأرض. يمكن أقاري هيك الصورة. بهذه المعنى مالتها إنه الإنسان خلقناه من أجل أن نعمر الأرض. فإذا إحنا خلقنا من أجل أن نعبد ونعمر الأرض، ليش ما عمرنا الأرض من البداية؟ واو. فتقول لي لأن ما كنا نعرف. لا، أقول لك أعطيتك الآية اللي بالبداية، إيش بيك يا معود؟ إيش بيك؟ ترى النسيان عندك. أعطيتك الآية اللي بالبداية، قد علمنا آدم الأسماء كلها. بما أنه قد علم آدم الأسماء كلها، فليش ما قلبناها؟ فإنه ما قلبناها شيء غلط. على الأغلب إنه قلبناها، لكن مو بزمنه صارت الحضارة، بعده بكثير سنوات. لأن صعب جدا إنه تسوي هذه الأمور بسهولة. مثل الكهرباء، مثل التكنولوجيا الحالية، يحتاج لها تطور عقلي وفكري ونموذجي. شو نموذجي؟ ما بعرف. يحتاج لها تطور عقلي وقوة جسدي. فكان المفروض إنه هاي تكون موجودة من أجل إنه تكون أكو تكنولوجيا وتكون حضارة كبيرة. أما الثانية فهي عند عند المصريين، وهذا النظرية راح تزعل المصريين. ليش؟ جايكم. في يوم من الأيام كان قاعد فرعون، وكان قاعد وحاشيته مش عارف مو. فلما فكان قاعدين يم حاشيته ومش عارف مو. فقال لهم ما باله هالقرون السابقة. فقالوا له ما حد يقدر يجاوبك على هذا السؤال إلا نبي أو مرسل من السماء. فلما اجى نبي الله موسى عليه السلام قال له ما باله هالقرون السابقة. فرد عليه بسم الله علمها عند الله في كتاب لا يضل. الرد جدا 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 عجبني. بعده يعني كتاب الله فتشي. بما انه على كلام فرعون ما باله هالقرون السابقة، يعني كانت اكو قرون قبل ما يجون الفراعنة او المصريين. هسه اللي يوضح. الحلقة تكلمت بشكل واضح اكثر. هسه تقول لي ايش كنت قلت الحلقة؟ روح تابع، روح شوفها، لا تفضح عرضي، روح شوفها. لكن راح اعطيك المختصر مال هذه الحلقة. شنو المختصر مالتها؟ هو انه كانت الاهرام، هل من المعقول هذه الاهرامات الكبيرة والعملاقة والاكبرها يوسع بلد، هل من المعقول صارت فقط من اجل بناء قبور؟ اللي يعني شنو دليلك؟ راح اقول لك بعض التصاميم لهذه القبور او لهذه الاهرامات. تصميمها تصميم كما تصميم تسلا لتصنيع التيار، لاختراع التيار الكهربائي. تقول لي جايك مضبط؟ اقول لك اصبر واحده واحده. هذه الاهرامات تم اختراعها من اجل تصدير الطاقه الكهربائيه، وحكينا بهذه الحلقه بشكل تفصيل اكثر. من اجل طاقه كهربائيه. كيف؟ في بعض الظروف يفوت منها مي من نهر النيل، وبعد ذلك يطلع بطريقه معقده فيطلع ضوء، بعد ذلك يشعل مشاعل، بعد ذلك تشتغل عندهم الكهرباء. صدق لي كهرباء يعني مثل كهرباء؟ اقول لك ممكن اي ولا، لكن مو بجودة كهرباء، راح تكون بشكل قليل جدا. يمكن شغله فسفانوس. فسفانوس بيمشي بيه.
عن طريق ما بعرف شنو صوتيات ومضرطة وشي كبير جدا. العقل ما يقدر، العقل البشري جدا صعب الا اذا تكون عالم، يعني تكون انت دارس هذا الموضوع دراسة على مود يقدر يشرح لك اياه. انا ما دع... انا قرأت عليه قراية، فكيف اقدر اشرح لك اياه؟ هو عن التصاميم الموجودة. شاهدوا العلماء بعد كل مثل هذا التمثال، لم يروحون لأي تمثال موجود بمصر يلقون عليه أسماء جميل جدا، أسماء اللي اخترعته، لكن دققوا لقوا اسم ثاني، دققوا لقوا اسم محفور بس مضمون، دققوا فلقوا اسم ثالث، دققوا فلقوا أسماء خير من يم الله. وفسروا العلماء هذه الأسماء إنه كل ملك يجي ينسب هذه الاختراعات إله، واي شعب او اي شخص او اي شيء معين يسوي هاي الامور يعني هي مو إله. اثبتوا العلماء انه هاي الامور هي مو للفراعنه بل ما هم قبلهم ناس. هسه تقول لي وين راحوا؟ اقول لك يمكن راحوا بالطوفان العظيم، او ممكن اختفوا لسبب ما، او اقول لك ممكن صار عندهم احداث معينه خلتهم تختفي، وسبحان الله يعني ما اتيتم من العلم الا قليل. نروح للنظرية الثالثة. بالنظرية الثالثة هي نظرية كفرية إلحادية بحتة، جبتها من أحد العلماء. لا راح أعطيك اسم الكاتب ولا الشخص ولا أي شيء دليل. ليش؟ لأن لما تبحث بهيج عالم راح يفتر عقلك حرفيا، راح يفتر مخيخك. راح أعطيك مثال بسيط. الأخيرة هي كيف الغرب اعتقدوا إنه إحنا كنا قرود. الكاتب كاتب واو. لاحظ يعني الكاتب كاتب. هو كاتب، الكاتبة هو كاتب، اللي كاتبه هو اللي كاتب. راح احكي بلا بضاعة. اللي كاتبه هو هذا الكاتب انه كانت وصل العالم الى حضارة كبيرة عملاقة اسطورية، عينكم تباوع معناها كبر هذه الحضارة وعملاقتها. صدق لي واو، لك حرفيا واو. هذه الحضارة جدا 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 كبيرة، وجدا متوصلة إلى تكنولوجيا إحنا ما نقدر نتصورها، أو يمكن مثل تكنولوجيتنا أو أقل بشوية أو أكثر منا بشوية. فيقول لك في يوم من الأيام كعادتهم البشر يحبون السلطان، فتعاركوا من أجل من يأخذ حكم العالم، فصارت أكو حرب نووية كبيرة، وهذه الحرب النووية بنت العالم فن إلا مناطق بسيطة. وحتى هذه المناطق البسيطة اللي بيها بشر، هذول البشر تحولوا إلى وجوه قرود. يعني صارت لهم جينات مختلفة كالقرود، يعني خروج الشعر بجسمهم بشكل كثيف وكبير جدا على قول الكاتب، انه خرج الشعر الى بشكل كبير، وحتى حبالهم صوتية قاموا ما يقدرون يحجون. والى ان توصل البشر الى امور اخرى، الى ان كانوا وبلشوا حياتهم. هو في نفس الكتاب يسأل ويجاوب، يسأل نفسه ويجاوب، يقول تعال كيف بلشت البشرية، فبيجاوب نفسه بطريقة حلوة. حلوة ايش؟ طيحان حار. فبيجاوب بلشت البشرية بلشت مثل أي حبة تزرعها. أول ما تزرع أي حبة تزرعها قدوتها، بعد ذلك تزرعها فتكبر 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 إلى أن تكون شجرة، بعد ذلك تأكل من يمها. والبشر كذلك كانوا حبة صغيرة وتكونوا إلى أن كبروا. كيف تكونت هذه الحبة؟ تكونت من حبة أصغر منها، وبعد ذلك كبرت هذه الحبة وصرنا إحنا. وقف كافي راح أصير ملحد. تدري حكيت لك هسه ثانيتين، أنا متأكد إن أنت اقتنعت. حبة وشجرة وكبرت واو، اقتنعت. بهذا السبب أقول لك ما أقدر أعطيك اسم لهذا السبب أقول لك إنه ما أقدر أعطيك اسم الكاتب، لأن إذا تبحث بعد الكتابة راح تطلع لي ملحد، راح أصير ملحد. ليش؟ لأن هذا يلعب على الأمر النفسي. ممكن أنا حكيت لك هسه كلمتين وأنا لا عالم نفس ولا عبد ولا هاي، قدرت ألعب على مخيخك. فكيف ذاك اللي هو دارس الأمر دراسة؟ الأفضل لا تبحث في هذا الموضوع نهائيا. حتى أنا وفريق العمل لما كنا نبحث في هذا الموضوع قالوا لي لا تحط ايش موضوع بالحلقة، قلت لهم لا راح أحطه وراح أنوع عن هذا الموضوع.
هسه وصلنا إلى النظرية الأخيرة اللي إحنا نريد نوصلها، إنهم البشر. هسه عرفوا نظرية كيف تكون البشر، لأن نظرية إلحادية كفرية هاي. هسه وصلنا إلى النظرية الأخيرة اللي هي نزل نبي الله آدم فقال لأبنائه لهذه الحضارة، فلما قال لهم بعد ذلك بدت هذه الحضارة وكبرت هذه الحضارة إلى أن صارت حضارة عملاقة. بعد ذلك صارت اكو حروب نووية فتحول البشر إلى مو أشبه قرود، بينما صاروا هيك مشتبهين، لكن بعد ذلك فترة وعدت على البشرية وصارت أمور ومشت الحياة، وبعد ذلك اجوا الهرامات وبنوها. من هذه النظرية راح نوصل إلى إنه كانت اكو حضارة قبلنا. هذا اللي نوصل له فقط. انتهى الموضوع. هاي أخطاء كتاب التاريخ. هذه النظرية جبتها من علماء. لا حد يجينا على التعليقات ويجي مضرب على راسي مثل الحلقة اللي راحت. الحلقة اللي راحت حلوة، حلقة انتشرت والأمور طيبة والناس عجبتها. جاني حد التعليقات فقال لي هذا الشغل مو شغلك، وهذا عمل مو عملك، ولا تدخل نفسك بهاي الأمور، وظل يناقشني بأمور ما أدري شلونها. مثلا جاي لي اتقي الله، احنا القرآن مصدرنا، والحلوة انه انا جايب لك كله من القرآن. والسؤال الثاني انه هو جاي التعليق الثاني الكاتبه هو انه قايل لي جايبه من بطنين فعادي زوج. طبعا انا شايف الحلقه ما راح تعرف جاي يحكي عنه، فروح شوفها. عادي من بطني انا مش عارف شو، عادي بالدرهم، عادي وحده تجيب والثاني يزوجون بشكل طبيعي. هاي تجي هاي البطن وهاي البطن بعد ذلك يزوجون. الحلوة انا راد علي بالمقطع، الحلوة انه انا راد علي بالمقطع قايل، يعني مو انا راد عليه، والله القرآن راد عليه، قايل له اخواتكم بالرضاعة، امهاتكم التي رضعتكم، اخواتكم في الرضاعة، مع لا نقاش حرمت عليكم اخواتكم في الرضاعة وامهاتكم التي رضعتكم. فكيف من ام واحدة يولدون اثنين من، يعني هاي بطن وهاي بطن، كيف؟ هاي طفل من هاي البطن وهاي طفل من هاي البطن، فلما كيف يتزوجون؟ هم راح يرضعون من نفس الام، راح يرضعون من نفس الام. افهم يا بشر، افهم ما تغلط، افهم من نفس الام. لما راح يزوجون راح يرضعون، لا لما راح يرضعون ما يصير يتزوجون. توضيح جدا بسيط. روجني. ممكن هذه الحلقة خلاني انه اتردد بتصوير، انه ممكن يطلع لي واحد يظل يمضغط على راسي، وانا جدا مالي خلق. للعلم فقط، هذه هي نظريات علمية، يعني مو جايبها من جيبي. افهم، نظريات علمية يعني ما جايبها من جيبي. ولما تقول لي القرآن هو مصدرنا، فأنا جايبها من القرآن، يعني جايب لك نص الموضوع أو نص الحلقة كلها آيات قرآنية. فافهم قبل ما تجي تمضغط على راسي. هذه الحلقة هذا انعادت أكثر من مرة، تقريبا 3 مرات انعادت، لكن لأسباب مختلفة. فجدا تعبنا بتصوير ومونتاج، أعرف من بعد ما تعبنا جدا بتصوير ومونتاج هذه الحلقة، وجدا ضوجني هذا الشخص. فالأفضل إنه لما تجي تكتب تعليق حاول تفهم الموضوع، بعد ذلك تجي تكتب التعليق، من أجل إنه أنا أتفاجأ. والحلوة شوف الرد مالتي، رديت لمن الحلوة إنه أنا رديت عليه بجد بكل أدب. هو بيجي يقول لي هذا عمل مو عملك، أو هذا شغل مش شغل. جدا حزت بقلبي، جدا ضوجتني. إلى هنا وصلنا نهاية هذه الحلقة، يعني نص الحلقة هذه مصورة بس أنا مو رد عليها المتخلف. إلى هنا وصلنا نهاية الحلقة، مع السلامة.